طبعا لما نقول ان JBL عملت نظاره فاكيد النظاره دي مش زي اي نظاره. النهارده هنتكلم عن الساوند جير فريمز من JBL. دي نظاره وفي نفس الوقت سماعه بلوتوث بتقدم لك شويه فانكشن كده روشه ولذيذه، هتبقى لذيذه جدا معاك في الصيف. يلا بينا. تيجي بكفر جلد محترم جدا معمول عليه لوجو JBL. تفتح الكفر تلاقي على طول النظاره لذيذه جدا. من بعيد مستحيل حد يشك انها سماعه او انها فيها اي فانكشن غريب مختلف عن النظارات العاديه، ما عدا بس ان الدراع بتاعها عريض شويه، نقدر نقول تحت بند انه عريض شويه. واحلى حاجه فيها سهوله الاستخدام. انت هنا بمجرد ما تفتح الدراع السماعه بتاعتك او النظاره بتاعتك هتعمل باور اون، اول ما تقفل الدراع عملت باور اوف خلاص. زي ما احنا شايفين شكلها على الوش لطيف الى حد ما، انا شفت شكلها وعجبني، وبتبتدي بقى تشتغل معاك اوتوماتيك على طول، بتعمل كونكتد بالجهاز بمجرد ان انت تلبسها. وزي ما احنا شايفين انت مجرد ما بتلبسها بتبقى، ما اقدرش اقول ان انت معزول بنسبه 100%، بس تبقى سامع المزيكا بشكل كويس جدا. زي ما احنا شايفين السماعات مكانهم هنا اهو، مش عارف هتبان ولا لا لو قربنا من المايك. صوتها في نفس الوقت كويس مش وحش. ما اقدرش اقول هنا ان صوتها بيبقى معزول 100% وانت بس اللي سامعه، لا، لو في مكان هادي هتسمع، ممكن اللي جنبك على طول يسمع، لكن لو ماشي في مكان او شارع مستحيل حد يسمع انت بتسمع ايه. ودي حاجه من اللي بتميزها. هنا انت بتاخد كواليتي صوت من JBL، لازم تحط دي في الاعتبار، يعني صوت نقي جدا، صوت كلير، مش اقوى بيز موجود في الفئه السعريه بتاعتها. اكيد هي بما انها اختراع جديد تقدر تحطها تحت بند التجربه. الصوت هنا كويس موزون حلو جدا وكلير، بس هتستغنى عن البيز. هنا السماعه ما فيهاش بيز كفايه، لو انت من محبين البيز هتواجه شويه مشاكل بسيطه، مش هتبقى اختيارك الاول. غير كمان ان JBL بتقدم لك فانكشن هنا ان انت تقدر تغير الازاز بتاعها وتستخدم ازاز طبي لو انت نظرك ضعيف، وده هيبقى لذيذ جدا معاك ان انت تبقى نظارتك الشخصيه هي سماعتك، مش هتواجه اي مشاكل في الموضوع ده. غير كمان ان السماعه بتيجي بمايكين عشان تاخد افضل عزل واحسن تجربه صوتيه في المكالمات. دي تجربه تسجيل صوت دي تجربه تسجيل صوت من نظاره JBL الجديده الساوند جير فريم. هنا بنجرب الصوت ونشوف كواليتي الصوت عامل ازاي، الطرف الثاني ممكن تسمعك ازاي. الصوت اللي طالع دلوقتي طالع من نظاره الساوند جير فريم من JBL. غير كمان ان النظاره هنا بتيجي بمعيار IP54 ضد الميه والاتربه، يعني ما بتختصش، بس في نفس الوقت لو جه عليها ميه جه عليها شتاء مش هيحصل لها حاجه. لو جه عليها تراب وانت ماشي في الشارع بس ما تنزلهاش في الميه بشكل كامل. هي ضد ان انت تعرضها الميه، تعرضت لميه بشكل او باخر مش هيحصل لها حاجه، بس ما تنزلهاش في الميه بشكل كامل. نروح للبطاريه دلوقتي. فالسماعه هنا بتيجي ببطاريات بتديك 8 ساعات استخدام متواصل. ما اقدرش اكد 8 ساعات دول بالظبط، ده كلام الشركه، انا ما جربتهاش 8 ساعات استخدام متواصل، بس بنتكلم لو استخدام فعلي ومتقل عليها مثلا ومعامل اكستريم بيز من على الابلكيشن ومقوي الفانكشن كلها، ممكن توصل من 5 ل6 ساعات معاك استخدام. وانا اشوف الرقم ده كويس جدا على استخدام فعلي لتقنيه جديده زي دي، اشوف ان ده كويس جدا. غير كمان ان اول 10 دقائق شحن بيدوك ساعتين كاملين استخدام، فانت هنا بتاخد برضو ميزه كويسه جدا في سرعه الشحن. الاول ساعتين انت مجرد ما تسيبها على الشاحن 10 دقائق هتوفر لك ساعتين من الاستخدام. وهنا نظام شحنها غريب شويه. انت الكيبل اللي بيجي معاها بيجي محولين، مخرجين تايب سي، عشان هنا السماعه فيها مخرجين تايب سي، كل دراع بيتشحن لوحده. بالنسبه للخامات في النضاره هنا جايه من تصميم بلاستيك، بس من نوع قوي جدا من البلاستيك، والهنج بتاعها من المعدن اتوقع عشان يلقط معاك القفل والفتح بتاع السماعه، لان احنا عارفين ان الدراع اول ما اعمل كده هتفصل مني بتاعها هتشتغل بس. وبالنسبه لشكلها بقى دي انا اشوف الموضوع ده ذوقي جدا يعني، بس انا كحازم لما لبستها ما حسيتش ان شكلها وحش او اللي هو شكلها مش مناسب ان انا امشي بيها في الشارع او شكلها وحش او بس برضه في الاول وفي الاخر النظارات بالذات على حسب وشك وعلى حسب ذوقك. اما بالنسبه للابلكيشن فانت مجرد ما بتعمل كونكت هي بتظهر اوتوماتيك على الابلكيشن، وبتقدر تستخدم وتحول في المودز بتاعتها وتغير في الجستشرز بتاعتها من هنا، لان انا علامه JBL مش مجرد براندنج، لا دي علامه بتدوس عليها ليها 4 انماط على اليمين و3 انماط على الشمال، سواء بقى دبل تاب، تريبل تاب، 1 تاب او تاب اند هولد على اليمين، وعلى الشمال 3 تابس بس، دبل تاب، 1 تاب، تريبل تاب. والابلكيشن
مبسط جدا، ما فيهوش اي تعقيدات، هتلاقي الحاجات اللي انت عايزها على طول موجوده قدامك. مش هتحس في الابلكيشن ان هو معقد او ان انت مش عارف تتصرف مع النضاره. مجرد ما تفتحه هتلاقيه مبسط جدا قدامك وهتلاقيه واضح جدا. ده غير تصميمها الشفاف اللي بيخليها روشه جدا وعصريه، وباين جدا انها مش مجرد نضاره عاديه، لا دي تكنولوجيا جديده. وبس كده. وما تنساش تكتب لنا في الكومنتات هل ممكن تشتري النضاره دي وتجرب التكنولوجيا الجديده ولا لا. كان معاكم حازم تك فيو. ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.